المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون الدولة الكريستية، نستهلها بالعناوين. إدارة الإقليم الأوسط تقيم سير البرامج الإدارية والتنموية. جهود لمعالجة نقص المرافق التعليمية في مديرية عدة كليلان. أكثر من 700 ألف نافذة دعما لأسر الشهداء في عد خالة. بمشاركة إسرائيل، ترامب يهدد بضرب أهداف للطاقة وإيران تتوعد بالرد. الصين تجري دوريات بحرية وجوية حول منطقة متنازع عليها. وعشرات القتلى في انقلاب حافلة بالجزائر، والرئيس يعلن الحداد ويتوعد. أهلا بكم. عقدت إدارة الإقليم الأوسط في 31 من يوليو اجتماعا خصص لتقييم مستوى تنفيذ البرامج الإدارية والتنموية ومشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن خطة النصف الأول من عام 2026. وأوضح المدير التنفيذي للإقليم السيد زرقيتو ولد برهان أن الاجتماع ركز على متابعة المشروعات التي انطلقت في عام 2025 واستمر تنفيذها خلال عام 2026 بهدف الحفاظ على النجاحات المحققة ومعالجة أوجه القصور وضمان تنفيذ الخطط وفق الأهداف المرسومة. وخلال الاجتماع قدم مسؤولو الإدارات والفروع تقارير مدعومة بالبيانات والإحصاءات تناولت برامج بناء القدرات المهنية للعاملين والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الاجتماعية وأعمال صيانة الطرق المعبدة والترابية والطرق الزراعية، إلى جانب البرامج المنفذة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأظهرت التقارير المقارنة ما بين عامي 2025 و 2026 تحقيق تقدم ملحوظ في عدد المنشآت الزراعية وأعمال البنية التحتية، حيث ارتفع تنفيذ السدود الزراعية بنسبة 48%، فيما سجلت المدرجات الحجرية زيادة بلغت 95%، في حين انخفض تنفيذ السدود الترابية بنسبة 72% مقارنة بالعام السابق. وعقب مناقشة التقارير، شدد المشاركون على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لتوسيع وتحسين خدمات مياه الشرب والإسراع في صيانة شبكات المياه النظيفة والصرف الصحي المتضررة، إضافة إلى مواصلة أعمال صيانة الطرق المعبدة والترابية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى أهمية تنفيذ الخطط التنموية وفق الجداول الزمنية المحددة، داعيا إلى الاستفادة من الملاحظات والتوصيات المطروحة لتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في الإقليم الأوسط. تم اتخاذ خطوات عملية في إدارة ضاحية غولاغول بمديرية عدة كليزان لمعالجة النقص في مرافق التعليم بمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وذلك من خلال إطلاق مبادرة مجتمعية لإنشاء مبنى مدرسي جديد. وأوضح السكان أن محدودية الفصول الدراسية خلال السنوات الماضية كانت تضطر أبنائهم إلى التنقل إلى مدينة عدة كليزان لتلقي التعليم، الأمر الذي انعكس سلبا على انتظام التحاق التلاميذ بالمدرسة، مؤكدين استمرار مساهماتهم حتى يتم إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. من جانبه، أفاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد داويت بيّن بأن المشروع ينفذ بمبادرة مجتمعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية، ويشمل إنشاء 7 فصول دراسية إلى جانب مكتب إداري، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالمدارس. وأشادت مديرة إدارة ضاحية غولاغول السيدة واجهة برخة أب بالدور الفاعل الذي يقوم به المواطنون في دعم المشروع، داعية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة حتى استكماله. وفي ختام الفعالية، دعا مدير مديرية عدة كليزان المقدم يماني مبرهة المواطنين إلى تعزيز روح التعاون لضمان إنجاز المشروع في موعده، مشيرا إلى أهمية تبني مبادرات مماثلة لتوفير خدمات تنموية أخرى تخدم المجتمع. يذكر أن إدارة ضاحية غولاغول تقع على بعد نحو 7 كيلومترات من مدينة عدة كليزان، ويبلغ عدد القاطنين فيها حوالي 250 أسرة. تم توزيع أكثر من 700 ألف نافذة جمعت من مساهمات المواطنين على 2395 أسرة من أسر الشهداء بمديرية عدو خالة.
وأوضحت سكرتيرة الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في المديرية السيدة نبيات بهلبي أن المبلغ تم جمعه من سكان 22 إدارة ضاحية، مؤكدة أن المجتمع يواصل أيضا تقديم الدعم المالي لأسر الشهداء خلال مواسم الحراثة والزراعة، وأن هذه المبادرات ستستمر بصورة منتظمة. من جانبه أكد القائم بأعمال مديرية الدخلاء السيد تسفاي أبرهة أن الدعم المالي والعضلي الذي يقدمه المواطنون سنويا إلى جانب المخصصات الدورية التي توفرها الحكومة يسهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية لأسر الشهداء والحد من الأعباء التي تواجهها. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإريترية بأن موظفي الخدمة المدنية في مديرية صرونا قدموا 42 ألف نقفة، وتم توزيعها على 7 أسر من أسر الشهداء. كما قدم سكان إدارات ضواحي غرغيناي إند باستيفانوس ساردا ديبي عد حرقس ماي جنا وفلحو دعما عينيا شمل أكثر من 28 كنتال من الحبوب إلى جانب المساهمة في أعمال الحراثة دعما لأسر الشهداء. أكدت الجهات المختصة في مديرية غردات استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز برامج التنمية في مختلف القطاعات مع التركيز على الزراعة وتنمية الموارد المائية واستصلاح الأراضي إلى جانب دعم التجارة والسياحة. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد كسة جبر يوهانس أن المديرية تمتلك مقومات زراعية كبيرة، حيث تتم زراعة أكثر من 6250 هكتار سنويا بالزراعة المطرية، إضافة إلى 1400 هكتار بالزراعة المروية. وأشار إلى أن المديرية تشتهر بإنتاج محاصيل الحبوب وفي مقدمتها الذرة والدخن، إلى جانب المحاصيل النقدية مثل السمسم، فضلا عن إنتاج الفواكه ومنها الموز والبرتقال والمانجو والليمون، والخضروات مثل الطماطم والبامية والملوخية التي تزرع على نطاق واسع. وأضاف أن توافر المراعي أسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في وضع جيد، الأمر الذي انعكس إيجابا على استقرار إمدادات الحليب واللحوم، مشيرا إلى إنشاء مركز لتجميع وتبريد الحليب. وفي ختام تصريحه، أوضح السيد كسة أن العمل يتواصل لتعزيز وعي المجتمع بأهمية الزراعة المطرية إلى جانب تكثيف الجهود لتوسيع برامج الزراعة الربحية المصغرة. تتواصل في مديرية تسنية حملة الطلاب الصيفية التنموية من خلال تنفيذ أنشطة واسعة في مجال الحفاظ على المياه والتربة بمشاركة مئات الطلاب في مواقع مختلفة داخل المديرية. وأوضح مسؤول وحدة التنمية وحماية الغابات والحياة البرية السيد عبد إسماعيل أن الحملة تركز على تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بمشاركة 736 شاب موزعين على مواقع فانكو وتسني، حيث يساهمون في إنجاز مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على البيئة والإنتاج الزراعي. وأضاف أن الحملة التي انطلقت في 6 من يوليو وتستمر لمدة 36 يوما شهدت حتى الآن إنجاز نحو 29 ألف متر من أعمال المدرجات، إلى جانب تنفيذ برامج لغرس الأشجار في المدارس والمؤسسات الصحية. وأشار المشرفون والطلاب المشاركون إلى أن الحملة لا تقتصر على تحقيق أهدافها التنموية والبيئية، بل تسهم أيضا في تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، بما يحقق فوائد تربوية واجتماعية إلى جانب نتائجها الميدانية. وفي السياق ذاته، أفادت الجهات المختصة بأن المديرية تعتزم زراعة 10,000 شتلة في إدارة ضاحية فانكو و10,000 شتلة أيضا في إدارة ضاحية إنجحاي. استشهد المناضل تسفى ميكائيل جبره وتوبا قرقيش عرزة الذي كان يتلقى الرعاية من ذوي الإعاقة تحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية يوم 31 من يوليو عن عمر ناهز 66 عاما إثر مرض ألم به. والتحق الفقيد بصفوف جبهة التحرير عام 1974، وانضم إلى صفوف الجبهة الشعبية عام 1975، حيث خدم في صفوف القوات المقاتلة وتولى عددا من المسؤوليات، وعرف بتفانيه وإخلاصه في خدمة وطنه وشعبه حتى سنوات ما بعد التحرير. وكان الفقيد متزوجا، وقد أقيمت مراسم تشييعه اليوم الأول من أغسطس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة، إذ يعرب فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فرع الإقليم الأوسط عن بالغ حزنه لوفاة المناضل تسفى ميكائيل جبره، يتقدم بخالص التعازي إلى أفراد أسرته ورفاقه. مشاهدينا، فاصل ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن حملة القصف الجديدة تهدف إلى محاولة دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار. ووفقا للمصادر فإن الرئيس ترامب لم يصدر بعد الموافقة النهائية على شن هذه الضربات، لكنها أشارت إلى أن هذه الحملة ستكون واحدة من أقصى الحملات التي شنت حتى الآن ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية خلال الحرب. في المقابل أكد مسؤول إيراني رفيع لوكالة تسنيم أن بلاده أعدت خطة واسعة النطاق للرد على أي جنون أمريكي محتمل. أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أن الجيش الصيني نفذ تدريبات قتالية جوية وبحرية مشتركة حول منطقة شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها رد ضروري على تصرفات دول معينة، قال إنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. ولم يذكر البيان أي دولة، لكن الفلبين تطالب أيضا بالسيادة على شعاب سكاربورو. ولم ترد السفارة الفلبينية في بكين بعد على طلب للتعليق على التدريبات العسكرية الصينية. وقال الجيش الصيني إن المناورات استهدفت اختبار وتحسين الجاهزية القتالية لقواته للدفاع عن السيادة الوطنية والحقوق والمصالح البحرية للصين. ارتفعت حصيلة الضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمال الجزائر إلى 27 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما قرر الرئيس عبد المجيد تبون إعلان حداد وطني لمدة 3 أيام متوعدا بمحاسبة المتسببين في الحادث. وأعلن وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آية مسعودان أن حصيلة حادث انقلاب الحافلة ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحا، منهم 2 في حالة خطرة، مؤكدا في تصريح للصحفيين في مستشفى بومرداس أن هذه الحصيلة تظل مؤقتة. وعلى إثر الحادث أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام، معربا عن تضامنه مع عائلات الضحايا. هز زلزال بلغ شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر منطقة في جنوب إيطاليا قرب مدينة نابولي، لكن السلطات أفادت بعدم ورود أي طلبات مساعدة طارئة فورية. وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن مركز الزلزال في منطقة كامبي فليغري، وتعد هذه المنطقة التي تضم أكبر فوحة بركانية في أوروبا منطقة نشطة زلزاليا بشكل متكرر. ووقع الزلزال على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الوطني الإيطالي. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إدارة الإقليم الأوسط تقيم سير البرامج الإدارية والتنموية. جهود لمعالجة نقص المرافق التعليمية في مدينة عتكريزان. أكثر من 700 ألف نعفة دعما لأسر الشهداء في عد خالة. بمشاركة إسرائيل، ترامب يهدد بضرب أهداف للطاقة وإيران تتوعد بالرد. الصين تجري دوريات بحرية وجوية حول منطقة متنازع عليها. وعشرات القتلى في انقلاب حافلة بالجزائر، والرئيس يعلن الحداد ويتوعد. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.